هذا البرنامج برعاية رحلة الدخول إلى عالم نجوم الصناعة. اكسب مصنع الموسم الثالث، ملايين أخرى في الانتظار. هذا البرنامج برعاية الجولة الأولى. في الجولة الأولى بيتنافس 6 من أصحاب المشروعات الصناعية، أحلامهم أكبر من إمكانياتهم، واكسب مصنع فرصتهم، والجائزة في هذه الجولة 100,000 جنيه. المتسابق الأول إيمان سعد الشريف. احنا بنشجع الحرف على مستوى الجمهورية. المتسابق الثاني أحمد سمير محمدي. بنصنع أحلى شوكولاتة وهنأكل مصر كلها. المتسابق الثالث تامر سلطان. احنا قد التحدي. المتسابق الرابع عزمي أسعد. دمياط اساس الاساس، وانا جاي اخد الجائزه الاولى. المتسابق الخامس مصطفى محمود. احنا ملوك الصنعة. المتسابق السادس دكتور عبدو محمود. بستمتع بالتحدي وطموح ملوش نهاية. لجنة التحكيم في الجولة الأولى. أنا سعيد جدا أن لثالث سنة بشارك في لجنة التحكيم لبرنامج اكسب مصنع، وإن شاء الله السنة دي زي ما نجحنا السنتين اللي فاتوا أن احنا نقدم مهارات جديدة وناس جديدة بيغذوا الصناعة المصرية. إن شاء الله السنة دي هنقدم لكم ناس جديدة وقصص نجاح جديدة. أنا سعيدة جدا إني بشارك المرة الثالثة في اكسب مصنع. بالنسبة لي ده منتهى المتعة إن أشوف قصص نجاح والناس بتبتدي وعندها حماس وطموح، ويسعدني جدا المشاركة في البرنامج ده المرة الثالثة لأنها قصص نجاح مستمرة. الصناعة هي الاقتصاد الحقيقي، وبدونها لا يمكن أبدا تحقيق حلم 100 مليار. الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الأداة اللي ممكن من خلالها نحقق فرص التشغيل الذاتي ونضيف الاقتصاد الوطني والإجمالي الناتج القومي إضافة كبيرة. في الموسم الثالث هكون معاكم عضو في لجنة التحكيم. ارجع كام سنة لورا. أول ما ابتديت كان نفسك تسيب وراك إيه؟ عشرة؟ بصمة؟ سيرة حلوة في كل بيت؟ طب اطلع شوية قدام بالسنين، حلمت تأثر في حياة مين؟ ما انت الحلم اللي كان دايما سابق الزمن وعينه على الهدف، والهدف اللي وصلك لبكرة، وبكرة اللي كمل لسنين.
والسنين هي اللي بتعمل مستقبل وتاريخ، والتاريخ في ناس بتحكيه وناس بتبنيه. احنا بنينا عشرة 125 سنة مليانة حكايات. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. القصة الثانية من قصص الجولة الأولى في اكسب مصنع، أحمد سمير محمدي، مصنع شوكولاتة. عرفنا بقى بنفسك وقصتك في الصناعة وإيه اللي وداك ناحية الشوكولاتة وبتصنعها إزاي؟ انا احمد سمير. بدات المشروع الاول ان انا بدات اشوف السوق المصري واشوف منتجات اوروبيه كتير داخله مصر، فحبيت ان انا اعمل منتج كويس وقوي جدا بالخامات الكويسه اللي انا ممكن اقدر اشتغل عليها في مصر هنا عندنا واطلع منتج بيها كويس. أحمد سمير محمدي ما وقفش بعد ما تعطلت مهمته الأولى في الحياة، التعليم اللي اكتفى منه بشهادة متوسطة. انتمى بقوة للبيئة اللي هو عايش فيها. قصته بدأت بين معامل الحلويات في طنطا، وقرر ما يقلدش جيرانه وينتج حلويات المولد زيهم. قرر يصنع شوكولاتة ونجحت فكرته، وحقق ضربة البداية في حلمه الكبير، مصنع الشوكولاتة، ودلوقتي بينتج 4 طن في الشهر. بدأت الأول أدرس الخامات، يعني إيه الخامات اللي ممكن تخلي المنتج بتاعي قوي في الكواليتي، في التيست، يعني في كل حاجة أقدر إن أنا أشتغل كويس. بدأت أشوف الأول المعدات اللي أنا أقدر أشتغل عليها عشان خاطر أعرف أعمل منتج برضو كويس في التصنيع. بدأت أشوف الباكينج، كل التفاصيل اللي أنا يعني تخليني أعمل منتج كويس. وبعدين بدأت إن أنا أتعلم الأول إزاي أعمل شوكولاتة. أخدت الدبلومات وإن أنا أقدر أشتغل على المنتج بطريقة كويسة جدا. مش ان انا كمصنع بس، لازم ابقى مصنع ولازم ابقى فاهم الحاجه اللي انا شغال فيها كويس. بدات اعمل المنتجات بتاعتي الاول من الخامات اللي هي البدائيه، اللي هو الكاكاو والسكر والزبده. بعدت خالص عن الدهون المهدرجه عشان خاطر انزل بمنتج صحي ينزل السوق، انا اقدر ادخله بيتي، حضرتك تقدر تدخله بيتك، يقدر ان انا اوديه لكل الناس وما تخافش من الشوكولاته وهي بتاكلها. دايما كلنا بنحب المنتج الاوروبي. ليه؟ عشان خاطر بيقول لك طبيعي وما فيهوش اي دهون محوله ولا مهدرجه ولا كلام من ده. فانا اتجهت نحو السكه دي، فحبيت ان انا اعمل منتج كويس بكل التصنيع، يعني حشو كويس داخلي، الشوكليت نفسه وايت، الميلك، الدارك. اي حد عنده سكر يقدر ياكل شوكولاته شوجر فري. ممكن نقدر نعمل منتجات كويسه جدا لكل الناس اللي عايز ياكلها وما يخافش منها. بص يا احمد، انا بس حاسس انك انت معاك فلوس وعليك اجبار انك تعمل مصنع شوكولاته. ارجوك قول لي ايه اللي خلاك اخترت هذا المجال، وبدات منين النقطه اللي انت بدات من عندها؟ بدات من الصفر خالص، ان انا الاول عايز اعمل منتج لنفسي كويس. فبدات واحده واحده اشتري معده صغيره، عملت عليها تيست صغير، وبدات انزل السوق المصري اشوف رد فعله ايه بالنسبه لي. ففي مجموعه مستثمرين دخلوا معانا علشان نبدا نجي نشتري المعدات اللازمه اللي تخلينا نعمل منتج كويس ونطلعه بره مصر. فجبنا معده لحد ما بقينا الحمد لله عندنا اكتر من 8 معدات. والعمال بدانا جبناهم واحده واحده ودربناهم على الجوده عشان خاطر يدوني منتج كويس برضو، يبقوا هم عارفين هم شغالين ازاي. بنبدا شغالين بالمواصفات الكويسيه اللي تخليني اعمل منتجي ومحدش يخاف منه. ممكن اساعدك عشان تقدم نفسك بطريقه افضل للجنه التحكيم؟ يعني قول لي انك انت عندك مصنع او ورشه مساحتها قد كده، وفيها عدد عمال رقم معين، وفيها نوعيات ماكينات معينه. يعني قول الاول حاجه توصل الصوره البصريه عن المشروع بتاعك. تمام. اللي خلاني اخش في الشوكولاته اصلا ان انا كنت حابب الشوكولاته جدا تحب تاكلها يعني؟ والولاد عندي في البيت بيموتوا في حاجه اسمها شوكولاته. فانا بصراحه يعني والموضوع نفسه اشتغلت فيه في الاول، يعني اشتغلت فيه كويس جدا وقعدت ادرسه وخدت فيه دبلومه لحد ما فهمت المشروع ده بيتكلم على ايه. المصنع عندي عباره عن 250 متر، عندي اكتر من 8 معدات. فين مكانه؟ فين؟ في طنطا. على طريق ميت غزال. عندي اكتر من 8 معدات. العمال عندي 20 عامل، بنات وشباب طبعا.
الاول كانوا جايين لسه مش عارفين اي حاجه عن الشوكولاته، بدانا ندربهم ونشتغل معاهم واحده واحده عشان خاطر يعرفوا يطلعوا المنتج بتاعهم كويس. وبالتالي احنا يعني الحمد لله بدانا دلوقتي ننزل السوق المصري كويس. انت عارف ان انا اعتقد ان الارقام اللي انت قلتها دي ارقام مغريه للجنه التحكيم، لما يعرفوا ان انت عندك مكان فيه 250 متر، عندك 20 عامل بيشتغلوا عشان تطلع منتج، عندك 8 ماكينات بيشتغلوا علشان يطلعوا المنتجات بتاعتك بجوده عاليه. قول لي كمان حجم مبيعاتك عشان تغريهم اكتر. حجم مبيعاتي انا بعمل في الشهر يعني لا يقل عن 3-4 طن. طبعا منتجات مختلفه، في شوكليت بار، في شوكليت بونبون، في علب اللي هي الجاهزه المكشوفه زي المنتجات اللي هي التركيه بالظبط واللي هي الايطاليه اللي بتنزل مصر هنا ودايما بنحب احنا نشتريها، فبدات اشتغل عليها بالظبط. حجم مبيعاتي على مدار مثلا الشهر بعمل لي مثلا 150,000 جنيه 200,000 جنيه. ال4 طن ب 150,000 جنيه بس؟ مش ال4 طن مش منتج واحد. عندي منتجات بتبقى عاليه التكاليف. انا عندي الكوكو باتر اللي هي زبده كاكاو الطبيعي، طبعا ان انا اشتريها فهي غاليه جدا. انا ما بستخدمش بدائل زبده الكاكاو، انا بستخدم حاجات طبيعيه. عجينه الكاكاو وهو كذلك اللبن الكامل الدسم، اللبن المنزوع، فانا ما بستخدمش الشرش، يعني بستخدم حاجات كلها طبيعيه. فدي يعني دي كمان تكلفتها عاليه عليا، فلازم انا ابيع المنتج بسعر كويس. أحمد، أنا سعيد بيك وفخور باقتحامك لمجال ما هوش سهل وما هوش بسيط. وأنا دقت العينة اللي أنت أنتجتها، لفت نظري أكتر من حاجة. لفت نظري جودة الطعم، ولفت نظري إنك أنت وأنت بتقدم المنتج اللي على شكل مثلث ده وما هوش مثلث. لو نزعنا الغلاف الخارجي، أنت وظفت حاجة من التاريخ المصري وعملته على شكل هرم بتقسيمة الطوب بتاع الهرم. انك انت تقدم منتج مصري بهوية مصرية في تصميمه في قوالبه، ده شيء قيم جدا. وكنت اتمنى انك وانت بتختار اسم المنتج برضو تختار اسم يكمل ده. نقدر نوجد لنفسنا براندنج في الاسواق العالمية حتى من خلال الاسماء، وعندنا في تراثنا وفي حضارتنا سواء الفرعونية او الحضارات المختلفة في التاريخ المصري اللي نقدر نقتبس منه اسم مصري صرف. تقييمي لمشروعك هينبني على سؤال مهم جدا. الصناعات الغذائية، وانا بتكلم عن الصناعات الغذائية يعني هيئة سلامة الغذاء. انت فين من هيئة سلامة الغذاء؟ لانه الهيئة دي النهاردة هي الهيئة اللي بايديها انها تدي لك شهادات التوافق مع الستاندردز المعتمدة والصادرة عن الهيئة علشان تقدر تنفذ بيها إلى الأسواق، وعشان تقدر تبقى في السوق المحلي اللي انت بتقوله ده، ان انت بتنتج منتج آمن مفيش فيه مواد ضارة، مفيش فيه artificial fats. كل ده هيحققوا الشهادات الصادرة من هيئة سلامة الغذاء. هل بدأت في تقدم للحصول على الاعتماد من هيئة سلامة الغذاء والشهادات اللي بتثبت بقى الكلام الطيب اللي انت قلته؟ ده اللي انا كنت محتاجه فعلا، واللي كنت اكتر حاجه يعني اللي خلاني اجي عشانها النهارده، ان انا محتاج الدعم في القصه دي. يعني ما عندكش رخصه صناعيه صح كده؟ لا، عندي سجل تجاري وبطاقه ضريبيه، ولسه كنت عايز اعمل هيئه سلامه الغذاء عشان خاطر اعرف اصدر منتجي بره مصر كويس. لان طبعا المواصفات اللي دخلت دلوقتي في حاجات معينه لازم اصدرها وبمواصفات معينه، فطبعا لازم اخد موافقه هيئه سلامه الغذاء. انا ممكن اساعدك واغششك معلومه للدكتور خالد يعني تساعدك شويه انا عارف هذه الاجابه والتقييم بناء عليها هيكون تقييم قاسي جدا، بس انا هغششك واقول لك ان احنا رحنا زرنا طنطا ولقينا فيها 200 معمل حلويات، اللي هي المعامل الرئيسيه اللي بتنتج حلاوه المولد اللي بتتباع في مصر وبتتصدر.
ومعظم هذه المعامل ليست مرخصه ولا تتبع لهيئه سلامه الغذاء، ونحتاج الى تعامل مختلف عشان نقدر نجيب هذه النماذج هذه المعامل. يمكن انا اعتقد ان مشروع احمد يجوز ان احنا نسميه معمل وليس مصنع لانتاج الحلويات، وهم 200 معمل بيعملوا حلاوه المولد اللي كلها بتيجي من طنطا، والحلويات اللي بيسموها الحلويات الناشفه. ايوه بالظبط، نواشف. بالظبط كده. احنا صورنا عدد كبير جدا من حلقاتنا هناك. اعتقد احمد بينتمي لهذا القطاع ومحتاج دعم ومسانده للوصول الى رخصه صناعيه لمزاوله المهنه بترتبط باكلنا بشكل مباشر. تمام كده؟ تمام. ما اعرفش انا غششتك اجابه كافيه يعني تقنع الدكتور خالد ولا لا؟ طبعا حضراتكم يعني انا يعني طبعا انا محتاج الدعم الكامل عشان خاطر ان انا اقدر ان انا اطلع الرخصه دي، لان منتجي محتاج ان انا اصدره وانا مش خايف اصدره الاول تاكلنا اكل كويس طبعا قبل ما تصدره. طبعا لازم مصر. دقت يا حسين؟ انا ما دقتش انا كمان. الدكتور خالد ده بس لازم ان شاء الله يعني الاول المنتج بتاعي يسمع هنا الاول قبل ما يسمع بره، لان انا يعني هبقى فخور جدا لو منتجي يبقى معروف هنا في البلد عندي اكتر من بره، وبعد كده انا ان شاء الله اقدر يعني ابدا اصدر بيه بره وانا مش خايف، لان منتجي خلاص بقى معروف في بلدي، اهم حاجه. كلنا في حاجة حلوة بينا، كل لحظة تملي نسند بعضنا. أهل مصر في كل شبر في أرضها، أهلنا دول هم حتة مننا. تشبه بعضها، واللي ما بينا ده حكاية ويطول شرحها، ولسه بكرة أجمل وأحلى من اللي فات، ولسه في أحلام كتير نوصل لها. مية 25 سنة واحنا جزء من أهل مصر، بينا عشرة طويلة مليانة حكايات، وكل يوم بيعدي بنتطور وجاهزين لبكرة بحكايات أكتر. 125 سنة عشرة مليانة حكايات، لأن البنك الأهلي المصري بنك أهل مصر. انت ايه سوقك هنا في يعني في طنطا؟ يعني سوق يعني المستهلك بتاعك فين؟ انا بخاطب تجار الجمله وبخاطب الماركتات، انا محلات البقاله كمان، عشان خاطر بعمل يعني اقدر ان انا اخلي المنتج بتاعي يبقى معروف في كل الاماكن. انتوا عندكم في كتب الكتاب وفي الافراح وفي الحاجات اللي بتبقى فيها شوكولاته، بعمل شوكليت. منين دي؟ بعمل شوكليت للمناسبات الخاصه، زي مثلا لو حضرتك عندك كتب كتاب بكتب اسم حضرتك على الشوكولاته، او اسم العريس والعروسه، او لو في مواليد بكتب اسم المولود. عندك منافسين كتير في طنطا في الموضوع ده؟ في طنطا في ناس، بس انا منتجي متميز عنهم بالجوده بتاعته طبعا وبالفينش النهائي. ودي بتبيعها فين؟ يعني بتبيع المناسبات السعيده دي فين؟ اونلاين ولا بتبيع؟ بدات اعمل اول معرض ليا في طنطا برضو، وبدات ان انا اوزع لكل الاماكن اللي هي تقدر تشتغل في المنتج دوت، زي محلات الحلواني كبيره بدون ذكر اسماء طبعا. المنتج هم ما عندهمش شوكولاته كويسه يعني، او ما يعني هم ما عندهمش قسم تصنيع الشوكولاته في المصنع بتاعهم، فانا ببدا احط المنتج بتاعي عندهم، فبالتالي المنتج بيبقى معروف اكتر. تقريبا كده انا يعني فهمت ان حجم اعمالك سنويا في حدود 1.5 مليون او 2 مليون جنيه، مظبوط كده؟ يعني تقريبا. انت متخيل لو انت يعني احنا ومعانا الدكتور خالد عبد العظيم، لو انت خدت الدعم المناسب وخدت الرخصه المناسبه وخدت تمويل ممكن تكون محتاجه،
ممكن توصل بحجم اعمالك لفين وتروح فين بالمنتجات بتاعتك؟ انا اول حاجه لازم افكر فيها ان انا اشغل عدد كبير قوي من الشباب والبنات ان هم يقدروا يتعلموا حاجه كويسه، وان هم طبعا ارفع البطاله من على اللي هو الناس اللي موجوده. ده رقم واحد. رقم اتنين ببص حجم مبيعات كويسه جدا عشان خاطر ان انا اقدر ان انا ابني مصنع واثنين وثلاثه ويبقى فيه. خلينا في المصنع الاولاني، عايزين معاك الله نستمر معاك لباب المصنع الاولاني ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور احمد الليثي ناصف، معلش هو اسف يعني انا قضيت سنين طويله من عمري في سوق المنتجات شبيهه بالمنتجات دي. انا عايز اعرف انت بتبيع الكيلو بكام؟ الكيلو يتراوح الكيلو مثلا ما بين ال 120 ل 250 جنيه. وبتكلفه قد ايه؟ لان اللي انا عارفه ان سعر الكاكاو دلوقتي عشان تقدر تتعامل مع سعر زي ده هيبقى صعب جدا. ما احنا بنحاول ان احنا نحط يعني انا مثلا لما باجي اشتري الكاكاو بشتري اجود نوع، الكاكاو الفرنساوي مثلا، تمام. بشتري مثلا لبن الكامل الدسم. هو مفيش كاكاو فرنساوي يعني؟ في كاكاو. فرنسا ما بتزرعش كاكاو، الكاكاو كله بيطلع من افريقيا، بس يعني ممكن بيجي عن طريق فرنسا، بس هو مفيش كاكاو فرنساوي. في كاكاو فرنساوي، في ساحل العاج، في غانا، في كاكاو اسباني، في كاكاو هولندي. دي كلها انواع كاكاوات، بس طبعا حسب الشركه اللي هي المصدره ليه. والالبان طبعا في نيوزيلندي وفي وهو كذلك اللي هو على نحله يعني كيلو ب 120 بيتكلف معاك كام؟ والله احنا بنعمل حسب التكاليف بتاعتها بالورق والتغليف والستيكر بتاعها طبعا والليبل والخامه طبعا، تشغيل العماله، الكلام ده كله ممكن يشتغل معانا مثلا في رينج ال 90 85. بتجيب كيلو كاكاو بكام تاني؟ ده طبعا بيفرق على حسب الريسب اللي بحطه. انا في ريسب بشتغل عليه. مش مهم، كيلو كاكاو بتشتريه بكام؟ كاكاو خام. كاكاو خام في كاكاو ب 120 جنيه النهارده، الكيلو ب 120 جنيه. انا طبعا بحط بنسبه وتناسب في الخلطه بتاعتي، ليا ليميت معين فيه بحطه. السكر بحطه بنسبه معينه، لازم اجمالي الخلطه تبقى 100% كامله ما بين الزبده والكاكاو والالبان والسكر. فانا بحاول اعمل نسبه تقريبيه عشان خاطر اعمل ريسبي في الاخر بتكلفته كويسه ويطلع لي منتج كويس. دكتور احمد، هل حضرتك عندك تصور ان الاسعار مختلفه عن الارقام مش مظبوطه؟ ممكن يكون احمد مش متخصص في المشتريات الارقام مثلا بتاعته مش مظبوطه ممكن يكون حد تاني بيشتري في المصنع غيرك. طيب ممكن حضرتك تقول لي مثلا انا هنا في مصر في شركات، استاذن حضرتك طبعا، في باشونيل بتبيع الكيلو ب 700 جنيه ب 800 جنيه، تمام. الخامات اللي بيستخدموا كوكو باتر مثلا بلجيكي، انا بستخدم هولندي. بس انا طبعا زي ما كنت بذكر في البدايه ان انا واخد دبلومات في الشوكولاته، وطبعا بحضر ماجستير ليها. عايز افهم البدائل بتاعت الخامات دي ايه عشان خاطر اطلع المنتج دوت بالسعر ده. خلينا اخدك في نفس الارقام اللي انت قلتها. لو هم بيبيعوا الكيلو ب 700 جنيه وانت بتقولي ان الكيلو بيكلفك حوالي 85 جنيه او 80 جنيه، تمام. هل انت مقتنع ان هم بيبيعوا الكيلو ب 10 مرات تكلفته؟ لا، هم في حاجه مش مظبوطه في الحسبه. هقول لحضرتك، هم ما عندهمش تصنيع، هم بيشتروا الشوكولاته من بره. الشوكولاته بتاعتهم بلجيكي مش مصريه. بس انا عملت سيرش برضه يا دكتور، الاسعار قريبه من الكلام اللي بيقوله احمد. اسعار الكاكاو الخام قريبه جدا من الكلام اللي هو بيقوله، مش بعيده قوي يعني. ده كمان حسب الجوده بتاعت الكاكاو، لان الجوده بتاعت الكاكاو هي اللي بتفرق معاك في التيست بتاعك. والتيست ده طبعا يعني انت لازم تخاطب بيه كل الناس وتخلي اي حد ياكل قطعه شوكولاته ياكل 2 و3 و4 من غير ما يزهق منها. القصه كلها بدات ببرطمان. هنفضل مزنوقين في الهنجر ده لحد امتى؟ انا مش عارف امشي يا سامي، مش عارفين نتحرك. ما كناش هنوصل لكل ده من غير مساعده البنك الاهلي المصري. دي اجود طماطم هتلاقوها هنا. هي الطماطم دي ما بتعملش كاتشب ليه؟ جاهز يا سامي؟ هدول الخبير جون من فلوريدا. مفيش فايده يا سامي، بعد 40 محاوله عملنا ازازه الكاتشب دي. سامي تعالى. ايوه يا ريس. السير ده ماشي بطيء ليه؟ هنسرعه لك يا ريس. احنا كده مش هنصدر يا سامي. ورجعنا لكم مشاهدينا مع رجل الاعمال الناجح كريم يوسف. نجح دي لما افتح مصنع في النرويج. هو انتوا بتسقفوا على ايه؟ احنا فتحنا في النرويج بس. لو طموحك ملوش حدود، دعمنا ملوش اخر. دعم وتمويل المشروعات الصغيره والمتوسطه من البنك الاهلي المصري، دعم ملوش اخر. احمد، يعني انا عايز اسالك كده، لو لجنه التحكيم راهنت عليك وقالت انك انت مشروع واعد
وقدمت لك كل ما تملك من قدره على الدعم والتواصل مع كل المؤسسات الرسميه. تمام؟ قول لنا بقى تطلعاتك، انت تعمل الخطوات اللي انت هتتبعها 1 2 3. يعني اغششك برضه تاني واقول لك مثلا هاخد ارض صناعيه في منطقه قريبه بما انك في طنطا، فغالبا هتروح السادات، صح كده؟ او في بنها، في هناك في لسه بيعملوا منطقه بنها، منطقه الصناعات الغذائيه الجديده في بنها، مجمع الصناعات الصغيره في بنها. تمام. او في بدر. فدي كلها مناطق كويسه جدا، اعمل مصنع كويس بمساحه كويسه. كلم الساده اعضاء لجنه التحكيم واقنعهم اللي هو انا عايز اخد منشاه صناعيه مساحتها 500 متر. يعني 500 ل 1000 متر كمان. يعني انا احب ان انا اجيب معدات كويسه جدا، ابدا ان انا اعمل قسم واثنين وثلاثه، ويبقى في عدد عمال كبيره شغاله عندي، واعمل منتج كويس جدا والمنتج يكبر، وابدا انزل السوق بالاسعار اللي لسه كنت قايل لحضرتك عليها دلوقتي. ان هي طبعا اقارن منتجي بالمنتج البلجيكي والاوروبي. انا فين من المنتجات دي؟ هل انت بتصنع عند الغير؟ يعني ممكن تصنع في انا بصنع للغير. بتصنع للغير، بتصنع لناس تانيين بيبيعوا باسمائهم. بالظبط. يعني ممكن يجيب لي الليبل بتاعه، او انا بعمل له الليبل بتاعه، وهو بعمل له المنتج بتاعه بيروح له جاهز تحت تصنيع شركه كذا. دكتور خالد، هل لديكم تعليق او؟ انا تعليقي يا احمد، انا فخور بقصه كفاحك. انا عندي كتير جدا من طلبه التعليم الفني اللي لا زالوا النهارده قاعدين بيبحثوا عن وظائف. اقتحامك عالم الانتربرنورز او عالم المبادرات الرياديه، وطموحك انك انت تستكمل حتى الماجستير المهني، ده في حد ذاته شيء جيد جدا. مشروعك السوق مساحته عريضة جدا في مصر، ويستوعب نوعية المنتج اللي انت بتطرحه. حاول بقدر المستطاع انك انت عينك تبقى على التكاليف والتسعير زي ما احمد بيه قال، عشان ما توصلش للحظة تجد نفسك استقد لانه حساباتك مش مدققة. دايما انا كان سؤالي الايمان قبلك فكرة الريسك ميتيجيشن، انت ازاي بتحتاط لنفسك، خاصة انك انت بتشتغل في منتج مدخلاته معظمها مدخلات مستوردة، سواء كان الكاكاو سواء كان الباودر ميلك، كلها مدخلات مستوردة. وعشان كده احمد بيه وهو بيسألك السؤال ده خوفا عليك عشان مسألة الريسك ميتيجيشن، لان هو بيشتغل بخامات مستوردة، لازم يبقى حساباتي دقيقة جدا عشان ما اصطدمش في لحظة بحاجة تخليني اوقف مشروع. دي مشكلة المشاريع الصغيرة، ان انا النهاردة طول ما نقاط التحكم خارج ايديا، في لحظة واحدة مع أول عصرة ممكن تبص تلاقي مشروع كله وقف أو مشروع كله انتهى. عشان كده أحمد بيه حسبك سألك على الحسابات والتكاليف عشان الجزئية دي. يعني انتبه انتباه شديد جدا إلى تكاليفك والبروفيت مارجن بتاعك. أتمنى لك كل توفيق. بعد إذنك يا دكتور لو أقدر أضيف إضافة صغيرة قوي، حاول دايما تلجأ للمصدر. أوروبا ما فيهاش كاكاو، الكاكاو ما بيطلعش غير في أفريقيا. لما انت بتشتريه من اوروبا انت بيكون دافع ثمن نقله من افريقيا لغايه اوروبا، تخزينه في اوروبا، التعامل معاه، وضعه في عبوات سنويه، وبعدين يرجع يصدره لك. اللفه دي بتكلفك نسبه كبيره قوي لان التكاليف كمان هناك عاليه. كويس، حاول دايما توصل للمصدر. دكتوره يمنى، انا لو اقيم الحقيقه لازم ادوق، فحضرتك مش عارف يعني لازم ندوق. انا احساسي ان الفجوه، بما انك قلت ان في براندز كتيره بتستورد الشوكولاته، فمعنى كده ان السوق المحلي فعلا ناقصه انتاج محلي كبير في الشوكولاته. فانا اعتقد انك لو ركزت على السوق المحلي وطلعت منتج مناسب للسوق المحلي الاول وتثبت نفسك في السوق المحلي، وبعدين سبيشال ان معظم الخامات يعني المنافسه التصديريه هتبقى مش هو، يعني لازم تحط هدف تقدر تحققه. يعني التصدير في هذا القطاع مش سهل زي السوق المحلي، اسهل بكتير، وانك تكبر الرينج بتاعك على قد ما نقدر. يعني انا بالفعل نزلت السوق المصري كويس وعندي فيدباك كويس عن المنتج، وكنت اتمنى ان انا منتجي يطلع بره اكتر، يعني ان انا اخليه
يبقى مسمع هنا ومسمع بره. لك هتنافس مين ومين في يعني السوق العالمي بتاع المنتجات دي؟ هما 3 شركات في العالم. تمام، وتقريبا مسيطرين على فوق 90% من حجم السوق. انت داخل في حته صعبه يعني. حته شرسه قوي يعني. ان شاء الله ربنا يعني يكرمنا واحنا قدها ان شاء الله. احنا ساعات كتير بيبقى عندنا منتجات ما بنبقاش عارفين ان احنا عندنا الطاقات الصناعيه. يمكن الساده يعني جزء كبير كمان من المشاركين بيساعدوا على اكتشاف هذه الطاقات الصناعيه العظيمه جدا. بنتمنى التوفيق طبعا للجميع. دي كانت واحده من جولات اكسب مصنع، وزي ما قلت الحكم بعد التذوق وبعد سماع باقي الحكايات المغريه جدا. شكرا يا احمد. هذا البرنامج برعاية اكسب مصنع، يلا وصلنا، الفرصة هي جات مستنية. جمع خبرتك، قدم فكرتك، جوايزنا مليون جنيه. اكسب مصنع، يلا وصلنا، الفرصة هي جات مستنية. ما تقولش اكيد مش هكسب، سلم حلمك لله، ركز وابدأ من الاول، وده مهما الحلم يطول، خليك واثق من المكسب، واحلم باحلى حياة. هذا البرنامج برعاية